زيزو نتانا على رأي عادل إمام واحد من أقدم الأماكن. القطمة منه توديك في دنيا غير الدنيا، ما ينفعش تروح شارع المعز وما تاكلش من عنده، ريحة سندوتشات الكبدة والسجق بتاعته بتقلب الشارع، وصدقوا لما سموه ملك أكل الشوارع. عادل إمام كان السبب في شهرته لما قال زيزو نتانا، وده زعل صحاب المطعم. إيه حكاية مطعم زيزو نتانا؟ السر في تسميته بالاسم ده، وليه كل الناس بتحبه واللي جربه مرة بيعشق أكله. مش لازم تبقى جعان علشان تاكل عند زيزو نتانا، ولو واكل خروف لوحدك هتلاقي نفسك في ساندوتش سجق او كبده من اللي قلبك يحبه، اللي مهما تاكل منه ما بتشبعش، وزي ما تقولوا كده تسالي. شهرته دي ما جاتش في يوم وليله، ولكن الحاج عبد العزيز مصطفى حمزه الشهير بزيزو صاحب مطعم كبده وسجق زيزو بمنطقه مصر القديمه، وتحديدا في شارع المعز عند باب الفتوح. تخيل تقعد في المكان ده وانت بتاكل اكل زي ده. المعلم عبد العزيز كان صنايعي ومذاكر الشغلانه كويس، وعارف كل صغيره وكبيره عن الاكل اللي بيقدمه. فتح المطعم سنة 1962 وكان عنده 16 سنة، وبيعمل كل حاجة بنفسه ويقف يعمل الأكل بإيديه. وفي الوقت ده ما كانتش لسه سندوتشات الكبدة والسجق معروفة بالشكل الكبير زي الأيام دي، وعلشان كده كان هو من أول الناس اللي عملتهم وبخلطة سرية محدش بيعملها غيره. وأول ما بدأ كمان كان بيقدم صنفين، بلو بيف بالبيض وسجق، وبعدها دخل الكبدة والسكالانس، وكان أول واحد يخترعه في مصر. وخلال 10 سنين بس قدر يعمل ضجة كبيرة لحد ما زباينه بقوا يكبروا، ومن أشهر الفنانين كمان زي عادل إمام وسعيد صالح ومدحت صالح وهاني شاكر وهاني سلامة وتامر عبد المنعم. عادل إمام كان السبب في شهرته بالاسم ده رغم إن اسمه مطعم زيزو بس، ولكن في مشهد في فيلم التجربة الدنماركية لما عزم ولاده وقال لهم تعالوا أكلكم من مطعم زيزو نتانا، صاحب المطعم طبعا اتضايق جدا لأنه أكله نظيف والكل يشهد له بكده، وخاف إن الاسم ده يسوق سمعته، ولكن سبحان الله اتشهر بالاسم ده أكتر وأكتر، وكل الناس قالوا له يرفع عليه قضية، ولكن هو قال إنه بيحب الزعيم جدا، ولو حد تاني كان عمل كده واعتبرها دعاية للمحل مش العكس. وقال عادل إمام حبيبي وزبوني هو ورامي ومحمد ابنه، ولو واحد غير عادل إمام كنت رفعت عليه قضية، وكلمت محمد ابنه قال لي ده بابا بيهزر معاك. الحاج عبد العزيز ما كانش هدفه يعمل ملايين ويتشهر، ولكن كان الهدف إنه ينجح، وعلشان كده ورث الشغلانة لأولاده الثلاثة أحمد ومصطفى وسعيد من وهم في ابتدائي، وكان بيقعد يتابعهم ويشرف عليهم لآخر يوم في عمره. الحاج عبد العزيز رحل في 2020، ومن وقتها وأولاده اللي ماسكين المطعم وبيطوروا فيه، ولكن بنفس الروح ولمسات والده بالظبط، والطعم هو. المطعم ملوش فروع تانية خالص، وده بناء على رغبة أبوهم إنه كان حابب الأجواء في مصر القديمة، وكمان ما كانش فيه دليفري، وكان ماشي بمبدأ اللي عايزني يجيلي أنا ما بروحش لحد، وده علشان بيحب الناس تيجي ويكون في تعامل مباشر معاهم، ده غير إن قعدته حلوة ومحدش راح إلا وكررها كتير. لكن حاليا طبعا بقى فيه دليفري، وده اللي أولاده عملوه، منتجاتهم كلها هم اللي بيعملوها ومش مجمدات زي أغلب المطاعم، والسجق هم اللي بيعملوه بالتتبيلة الخاصة ليهم، حتى القشطة للسكالانس من الفلاحين وطبيعية 100%، والحلاوة بتتصنع ليهم مخصوص بنسب ومقادير هم اللي محددينها علشان ما تبقاش مسكرة قوي وتموع النفس في ساندوتش السكالانس مع كل الحاجات المسكرة التانية زي العسل والمربى، وده سر تميزهم وتألفهم. رأيكم ايه في ساندوتشات زيزو نتانا؟ وهل جربتوه قبل كده ويستحق كل الضجة دي فعلا؟ شاركونا في التعليقات.